في الجولة قبل الأخيرة من سباق حسم لقب الدوري المصري، اشتعلت المنافسة إلى أقصى درجة. البداية من انتصار الزمالك على سموحة بهدف قاتل جاء في الدقيقة 62 عن طريق الدباغ، هدف منح الزمالك 3 نقاط غالية وأبقى الحلم حياً حتى اللحظة الأخيرة. ثم عرض قوي من الأهلي أمام إنبي بثلاثية نظيفة. البداية كانت مبكرة جداً، حسين الشحات يضرب أولاً في الدقيقة 7، ثم يأتي زيزو ليعزز التقدم من ركلة جزاء في الدقيقة 21. وفي الشوط الثاني أشرف بن شرقي يؤكد التفوق بالهدف الثالث في الدقيقة 47. بيراميدز يتعثر بتعادل أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-1. محمد رضا افتتح التسجيل لسيراميكا في الدقيقة 30، لكن ناصر ماهر أعاد بيراميدز سريعاً في الدقيقة 36. تعادل قد يكون مكلفاً في صراع القمة. الزمالك في الصدارة برصيد 53 نقطة، بيراميدز في المركز الثاني ب51 نقطة، الأهلي في المركز الثالث ب50 نقطة.